السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيبا من الرحمة والمغفرة، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نعلم، وارزق قلوبنا الطمأنينة وأيامنا البركة، واجعل بيوتنا عامرة بالحب والسكينة يا رب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من على سفرة رمضان. واليوم راح أحضر معكم اليالنجي السوري على أصوله، ومعي كمان أجواء ترتيبات عزيمة بسيطة ودافية تشرف لضيوفكم. خلينا نبلش سوا خطوة بخطوة. بالبداية كنت عم بسلق ورق العنب على النار، وكنت ناقعة كمية من الرز تقدر لكمية الورق اللي بدي أعملها، وضفت عليها بعض أنواع الخضرة. عندي بندورة مفرومة ناعمة ونعناع أخضر وبقدونس، بالإضافة لدبس فليفلة معلقة كبيرة ومعلقتين صغار نعناع يابس. كمان بدنا نحط معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة ملح الليمون أو حامض الليمون، بالإضافة لمعلقة صغيرة قهوة وكمية وفيرة من زيت الزيتون وكمية وفيرة من دبس الرمان، طبعا حسب الكمية اللي انتو بدكم تعملوها. ومنحرك كل المكونات مع بعض، وما ننسى الفلفل الأسود، حطيت كمان فلفل أسود. بنحرك كل المكونات مع بعض، وهيك بتكون التتبيلة جاهزة عنا. بس استوى الورق رح نبلش نلف فيها. طبعا اليالنجي غير ورق العنب، لازم تكون الورقة سميكة، يعني تكون محشية أكثر حشوة من ورق العنب، بتكون الورقة رفيعة وطويلة، بينما هون بتكون غليظة لأنه فيها خضرة، فإجباري يعني ما حتكون بس رز ولحمة. بهاي الطريقة مثل ما شايفين تماما بتكون شوي ثخينة، وما شاء الله ريحة التتبيلة لحالها بتغرف القلب. بنخلص لف كل الكمية اللي موجودة عنا، بعدين بطنجرة بنحط بسفلها إما بطاطا إما جزر حسب انتو إذا بتحبوا خضرة، أو فينا نحط كمان ورق عنب من الورق اللي موجود عنا لحتى نضمن إنه ما يلزق شي من حبات اليالنجي. بنلف كل الكمية وبنصفتهن بقلب الطنجرة. بعدين بدنا نحطهن على النار. هون تركتكم شوي تتفرجوا شلون كنت عم بلف فيهن، طبعا سرعت لكم الفيديو ما خليته على طوله. وبسم الله تبارك الرحمن، بعد ما خلصت لف كل الطنجرة اللي موجودة عندي، حطيت طبعا زل من الرز مي، هي بتيجي من البندورة والخضرة والزيت اللي حطيناه، ما بنكبهن بنحطهن فوق طنجرة ورق العنب، تعطيها نكهة كتير طيبة لأن كل حموضة اتجمعت فيها والنكهات معززة فيها. بعدين بنحط عليه زيت زيتون، ونحط عليه فلفل إما أسود أو أبيض، وكمان بنملحهن، ضروري إنه نملح. والخطوة الأساسية هي دبس الرمان. فيكم انتو تذوبوا هاي المكونات كلياتها على جنب بالمي، وفيكم تعملوا هاي الطريقة، يعني الاثنين بيمشي الحال. بعدين بنضيف عليهم مي مغلية، ضروري تكون المي مغلية. بالأول بنحاول نذوب دبس الرمان من على الوجه، بعدين حنغطي وجههم، لازم ندفيهم ونظبطهم، ونرجع نحط عليهم التتقيلة ونرفعهم على النار، نتركهم لحتى يغلوا. فينا نعملهم قبل بيوم إنه إذا بدنا العزيمة أو لإشي بيتاكل بارد، وفينا بنفس اليوم بيتاكل سخن حسب انتو شو بتحبوا. وبهيك بتكون خلصت معنا حلقة اليوم من على سفرة رمضان. إن شاء الله تعجبكم طريقة اليالنجي وتجربوها على سفرتكم، وتعملوا فيها عزيمة حلوة تجمع الأحباب والأهل. اللهم اجعل أيامنا عامرة بالخير، وأدم علينا نعمة اللمة والمحبة، وارزق كل بيت راحة البال والبركة يا رب. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وشاركوني بالتعليقات رأيكم بالوصفة وأي طبق بتحبوا تشوفوا بالحلقات الجاية. بشوفكم بحلقة جديدة من على سفرة رمضان. رمضانكم مليان خير وبركة يا رب. سلام.